ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كده في اتم صحه في احسن حال. رجعنا لكم النهارده فيديو جديد ومميز وسهل وبسيط. هنعمل مع بعض الجلاش بالمحشي بالكنافه. واول حاجه هنعملها فيه اللي هو هنعمل الشربات بتاعه. معانا هنا حوالي 2 كوبايتين سكر، عليهم كوبايه ميه. الشربات بتاع الجلاش لازم يبقى تقيل، يعني مش خفيف. فهنحط هنا كوبايتين سكر وعليهم كوباية مية، وهنحط طرنشات من الليمون. هنقطعها شرايح ونحطها في الشربات، ونرفعهم على النار يغلوا لحد ما يتقلوا ونوصل للقوام اللي انتوا هتشوفوه معايا. دي اول حاجة بنعملها في الجلاش بتاعنا. حلو سهل النهاردة وبسيط ومميز جدا، وممكن تعمليه في 10 دقايق، يعني مش هياخد منك وقت كتير. اول حاجه معانا في حشوه الجلاش اللي احنا هنعمله الكنافه. يفضل طبعا انت تكوني حطاها في الفريزر وطلعيها من الفريزر تضربيها في الكبه، بس للاسف انا ما عنديش كبه، يعني حطها على كده وان شاء الله هتفك معانا على النار زي كده. احط لها معلقه سمنه كبيره وارفعها على النار. نرفعهم بقى على النار ونقلب فيهم ونفككهم كده بالمعلقه لحد ما نوصل للون الذهبي اللي احنا عايزينه. شربات اهو زي ما انتم شايفين اهو بيغلي، يبدأ يغلي على النار، واحنا بقى هنفضل نقلب في الكنافة لحد ما تتفكك وتاخد اللون الذهبي. وبرضو كله ده على نار هادية عشان ايه ما تشطش منك وتتحرق منك. وكل سنة وانتم طيبين يا حبايبي بمناسبة السنة الجديدة. ربنا يجعلها سنة سعيدة عليكم علينا جميعا يا رب. تكون سنة الخير والبركة والفرح والسعادة يا رب. وربنا يرفع عنا البلاء والوباء ويكرمنا ويرزقنا ويجعلها سنة الهنا إن شاء الله، ويبعد عننا الحزن والكراهية والبغضاء والحقد والنفاق. وربنا يصلح حالنا وحالكم يا حبايبي وحال الأمة الإسلامية كلها يا رب، ويعم علينا بالخير واليمن والبركات يا رب. تكون سنة السعادة بإذن الله. الكنافة بقى هنفضل نقلب فيها لحد ما تاخد اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه كده. انا محبتش اطول عليكم الفيديو. فهو اول ما تاخد اللون ده هناخد كده حوالي كبشتين او كوباية او نص كوباية يعني من الشربات اللي احنا بنعمله، ونحطها على ننزل بيها على الكنافة يعني عشان تبقى مسكرة وحلوة يعني. تمام كده. وبعدين هنطفي عليها ونشوف بقى. حابة تستخدميها على كده مفيش مشكلة، حابة تضيفي لها اي حاجة تانية عادي. انا بحب اضيف لها الزبيب وجوز هند، فهضيف لها زبيب وجوز هند. مش حابة تستخدميها على كده برضو هتبقى جميلة. اهو الزبيب هننزل عليها على الكنافة وجوز الهند، وهنقلبهم وبعدين نبدأ نحشي بقى. مش عايزة اقول لكم بقى على ريحة الجوز الهند، فيها فظيع حاجة كده وهم. اللي مش بيحب الجوز الهند عادي يستغنى عنه، بس انا بحبه بصراحة. معانا بقى لفة الجلاش اهي لسه طازة، يعني انا جايباها امبارح. الطازة بيبقى حلو مش مكسر ولا يعني زي اللي بنجيبه من السوبر ماركت. السوبر ماركت ما يبقى مجمد وليه فترة فما يبقى بيبقى مكسر ومش حلو. لكن ده بصوا طازة ازاي، الورقة طرية ازاي. انا بقى هبدأ اخد ورقتين ورقتين، مش واحدة يعني، ورقتين مع بعض. وهنبدأ بقى نلف الجلاش. نبدأ مع بعض بقى الطريقة. هنتم بقى ورقة الجلاش بالسمنة، يعني سمنة خفيفة اهو بقول لكم ورقتين سمنة خفيفة كده يعني مش كتير. الكنافة وننزل عليها بالجلاش كده ونظبطها. وبعدين هنلف. حاولي طبعا وانت بتلفي ان انت تدوسي عشان تشيلي كل الهواء اللي فيها وتطلع كده متماسكة، يعني مش الورقة مش مفرفرة منك ولا تتفلت منك يعني. وحتى لو اتقطعت منك وانت بتلفي عادي، يعني هي تبقى كذا طبقة عادي يعني هتلم معاكي. فانت حاولي تدوسي زي ما انتوا شايفين انا بدوس ازاي عشان تطلع متماسكة معايا.
اهو، يا ريت تبقى واضحة، يا ريت تكون واضحة مع يعني شايفينها كويس. اهو بلف ازاي وبضغط، بلف وبضغط. نيجي بقى للتقطيع على حسب ما انت ايه عايزة، على حسب يعني ما انت عايزة الصباع كبير ولا صغير، كل واحد على حسب ذوق. نجيب السكينة ونقطعها بقى. اهو شايفين، اهو انا بعمل بالراحة عشان ايه تشوفوا الطريقة ازاي. التقطيع ده حسب الذوق زي ما قلت لكم. بصوا الصباع ازاي اهو. نجيب الصينية، ندهن الصينية برضو بسمنة. انا عملته ولا كبير ولا صغير، وسط. هتقطعي بقى الجلاش على حسب ما انت ايه عايزة، على 4 على 5 زي ما انت عايزة، والصينية اللي انت عايزاها والمقاس اللي انت عايزاه، يعني المتاح عندك. ما تصعبهاش على نفسك، احنا مش بنصعب الحاجة على نفسنا، احنا بنعمل يعني بأسهل ما يكون عندنا يعني. وهنكمل بقى باقي الكمية بالطريقة دي زي ما شفت اهو. بنجيب الجلاش وندهن الأول الجلاش بسمنة، وبعدين بنفرد عليها الكنافة، وبعدين بنحاول بنطبق يعني، بنحاول بنلف ونطبق الورقة الأولى، وبعدين بنلف زي ما انتوا شايفين كده اهو. بصوا اهو، بلف وبدوس، بلف وبدوس كويس اوي، بضغط عليها كويس اوي. حتى لو اتقطعت عادي، اتقطعت انا مني عادي، كله بيتدارى ده يعني. مع اللف هتتدارى وتبقى ايه زي الفل اهو. شايفين اهو. ونقطع بقى على حسب ما انتي عايزة بقى، الصباع صغير زي ما قلت لكم، كبير، على حسب ذوق كل واحد. انا عملته زي كده، ولما طلع يعني حسيت ان هو ولا كبير ولا صغير، حلو قوي يعني كده المقاس اللي انا عملته. هنكمل بقى باقي الكمية ونرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه فيه تاني. ما تنسوش بقى يا حبايبي تنزلوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتشيروا الفيديوهات في كل مكان، وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد بننزله. وده كان كده شكل الصينية بعد ما خلصنا لف. ممكن الكاميرا تكون مزورة لكم ان الصوابع تخينة وكبيرة، بس والله هي وسط. انتوا هتشوفوها لما بتطلع من الفرن ازاي. بعدين هنجيب السمنة وندهن الوش من فوق كده حبة سمنة عشان تحمر يعني وتاخد لون حلو. وهندخلها الفرن حوالي يعني على حسب ما كل واحد، وحسب على سخونة فرن يعني. انا فرني هادية فهتاخد وقت، انتي لو فرنك سخنها مش هتاخد وقت. فاول ما يحمر يعني وياخد لون، عايزة تشغليله الشواية من فوق، بوتجازك بيحمر زي حالاتي انا ما عنديش شواية. فانا عشان ما عنديش شواية، اول ما بياخد لون على الجنب يعني بقلبه على الجنب التاني عشان ياخد لون برضه، وبعدين بيطلع بنفس النتيجة اللي انتوا شايفينها كده، او لونه ذهبي وجميل. اول ما بيخرج بقى انا الشربات بتاعي بسيبه يعني، بخليه سخن، مش سخن اوي يعني، عشان برضو ما يتعجنش منك، بخليه يعني وسط دافي شوية، وبنزل بيه على الجلاش وهو سخن عشان انا بحبه طري. انتي بقى لو ما بتحبوهوش طري، خليهم الاتنين باردين وانزلي عليه بالجلاش. وشربات طبعا الجلاش بيبقى تقيل، مش خفيف زي البسبوسه زي ما انتوا شايفين. هتشوفوا معايا كده اهو اهو، يعني الشربات اهو تقيل شويه، مش خفيف، مش ميه يعني، عشان هو لو خفيف هيعجن منك الجلاش ومش هيبقى حلو. لكن انا الجلاش بتاعي ولا طري قوي ولا ناشف قوي، اللي هو وسط وجميل طعمه يعني، برضو فيه سنة قرمشة بسيطة صغيرة كده، فانا بحبه بالطريقة دي اهو. شايفين شكله ازاي جميل اهو، تحفة والله، جربيه هيعجبك. يا رب تكون الوصفة عجبتكم وتكون سنة سعيدة عليكم. واتمنى تشرفوني في قناتي، وزي ما قلت لكم وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وشيروا الفيديوهات في كل مكان عشان عيلتنا تكبر ونبقى عيلة كبيرة. وهابي نيو يير عليكم، وسنة زي ما قلت لكم سنة سعيدة عليكم، سنة الحب والخير. واسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.